صباح الخير. النهارده هنعمل مع بعض مسقعة باللحمة المفرومة والبطاطس. عندي بتنجان وبصل وفلفل الوان، لحمة مفرومة، ملح وفلفل وشطة وبطاطس. اول حاجة هنعملها هنقطع البتنجان علشان نقليه. طبعا اعملي الكمية اللي على قد الأسرة بتاعتك. انا بحب لما بعمل مسقعة بعمل أكلة او أكلتين كمان احطها في الفريزر تبقى نازلة على التسبيك، يعني من الحاجات الطوارئ بقى لما يكون عندك حد ضيوف بسرعة او انتي في يوم تعبانة مش قادرة تطبخي هتنزليها تحطيها في الفرن تبقى جاهزة. بنرش ملح على البتنجان وبنسيبه يصفي شوية مية منه. هنبدأ نقطع البصل. البصل ده عشان العصاج بنقطعه مكعبات. البصل بتاع المسقعة بقطعه سلايسز. هنجهز بقى حاجة المسقعة. هنبدأ نحط الزيت عشان نعصج اللحمة، ونحط البصل واللحمة ونحط الفلفل وملح وبنحط اللحمة على نار هادية ونغطيها لحد لما تستوي. نكون قلينا البتنجان. كل شوية نقلب اللحمة، هي بتنزل ميتها وتشربها تاني. اهم حاجة تكوني مهدية النار عليها. بنطلع البتنجان على مصفى لان البتنجان بيبقى فيه كمية زيت كتيرة، فنسيبه يصفي في مصفى. وبنخلص الكمية كلها. هنبدأ نجهز الخلطة بتاعة المسقعة. نحط زيت وننزل بالبصل والفلفل
نرشلهم ملح عشان يتبلهم وفلفل، نحط الشطة على حسب الرغبة، وهنسيبهم يتشوحوا على نار هادية وتقلبيهم من فترة لفترة. بصوا هي دي المية اللي نزلت من البتنجان. لو سبتيه اكتر وقت اطول كمان بينزل مية اكتر من كده. المية دي بتوفر في كمية الزيت اللي بيشربها البتنجان. دلوقتي بقى هنقطع البطاطس. البطاطس اختياري مع المسقعة، بس هي بتدي طعم حلو قوي، يعني الميكس بينهم بيبقى لذيذ. عايزة تحطيها اوكي، مش عايزة ممكن تعملي مسقعة لوحدها. نبدأ نجهز الطماطم. نضرب كمية كبيرة من الطماطم تديها طعم حلو، وهنزود صلصة لو عايزين، او ممكن طماطم لوحدها. البتنجان بعد ما بتسيبيه يصفي شوية من الزيت بتاعه بنبدأ نقطعه كده او هرسيه بشوكة. انا بحبه كده، ما بحبش اسيبه وحدات صحيحة، يعني بحبه كده يندمج اكتر مع البصل والفلفل والحاجات. بقى بالبتنجان على الخليط بتاع البصل والفلفل، وننزل العصاج عليها. ننزل عليهم بالطماطم وهنسيبهم يتقلبوا شوية، يتسبكوا شوية بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نرص البطاطس في صينية. طبعا ما تحطيش ولا اي زيت ولا سمنة ولا اي حاجة، هي طبعا المسقعة فيها زيت ما فيه كفاية يعني. نبدأ بقى نحط المسقعة عليها. في ناس بتقلي البطاطس كمان قبل ما بتحط عليها المسقعة، بس يعني انا شايفة الموضوع مش مستحمل زيت يعني، وكفاية البتنجان بصراحة. هي كده البطاطس تستوي بتبقى زي الفل مع الصوص اللي موجود فيها من الطماطم المسقعة. باقي الكمية اللي بتكوني عاملاها بزيادة لو انتي عملتي كده سيبيها تبرد خالص، وبعدين حطيها بقى في علب للفريزر او في اكياس واقفليها كويس وحطيها في الفريزر. بندخلها الفرن على الشبكة اللي في النص وبنسيبها لحد لما بتتسبك. انا بحب اقدم معاها حلقات البصل، بتبقى مقرمشة ولذيذة مع المسقعة. تقطعي البصل حلقات تخينة شوية، ما يبقاش رفيع عشان ما يتقطعش منك، وتفكيه بالراحة. انا قطعت شوية كده الصوص عشان ازين بيهم في الشكل في الاخر يعني. نتبله بملح وفلفل وشوية شطة وخل، نقلبه بالراحة عشان ميتكسرش. بنملح بقى بيض مع لبن وفلفل، ونجهز الدقيق والبقسماط بتاعنا. نبدأ ننزل واحدة واحدة في الدقيق وبعدين البيض والبقسماط. ونكون مجهزين الزيت ما يكونش بيغلي قوي، يعني يكون على نار هادية يعني، علشان البصل ما يتحرقش قبل ما يستوي من جوه. ما بياخدش وقت، على كل وش نرجع نقلبه وبيكون جاهز ومقرمش، بيبقى لذيذ مع المسقعة. كده تمام، خلصنا البصل. يا رب الوصفة تكون عجبتكم وبألف هنا.